السلام عليكم. واحد شاف رؤيا مجموعة من الموتى يعرف بعضهم وبعضهم ما يعرفه، كل واحد معه صحن وياكل، إلا واحد ما معه صحن ويشحذ وهذا اللي مد نيده صديقه. يوم انه اصبح راح لمولده ويشوف ايش العلم، ايش العالم جالسة تاكل وابوك مد نيده ويشحذ. يوم راح لامه قال: يا ولدي انا شايف ان ابوك بهالوضع، العالم تاكل وابوك يشحذ، انت مقصر مع ابوك. قال: وشو مقصر معه؟ واثر اخينا في الله حسب يوم مات ابوه انتهت المهمة. قال: انت ما تدعي له، ما تتصدق عنه، ما تتثوب له. قال: لا والله يا عمي، والله إن غافلين، بدي حق صابر. قال: لا وانا عمك، اغني ابوك عن هالناس، ترى العالم ياكلون ملا ايديهم وابوك يشحذهم. المهم تمزهل الولد وضرب صدره وطلع صدقه ذاك اليوم. يقول يوم صار من باكر ويشوف الرجال معه صحنه ياكل مع العالم. بعض الناس يبغى له بس توجيه تنبيه، الا فيه خير مو بسيط. هالشهر هذا شهر رمضان يتبشرون به الموتى كما في بعض الآثار، يفرحون بالدعوات اللي تجي، بالصدقات التي تهدى إليهم. لكن للأسف تشوف اثنين يصلون جنب بعض، هذا يغدق على موتاه يدعو: يا رب اغفر لهم، يا رب ارحمهم. والثاني دعاء رتيب وهو يهوجس. وبعض الناس موفق يدعي لوالديه ووالديهم وأعمامهم وأخوالهم وأصدقائهم واللي يحبون واللي يعزون، لأن بعض الناس أصلا ما يلقى أحد يدعي له. بعضهم إذا دخل رمضان هذا خرطوم ماء لأبوه، هذا مصحف وقف لأمه، هذا عشاء والدين، تلقاه عن غنى. والثاني كأن مال واحد متوفى. يعني لا نتخيل أن هالأجور دي أجسام نشوفها بعيوننا، ونروح للمقبرة في رمضان بنشوف عجب، قبور تهطل عليها الأجور هطول مذهل والأخرى مغبرة. وأخيرا يا أخواني لابد من التنبيه إلى أن بعض الناس يقصر في حق نفسه، يعني كل عمل صالح يسويه في رمضان يهديه لوالديه، وهو كأنه ضامن نفسه أنه في الجنة.